السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشجع الجميل، هو ايه الفرق ما بين الشيبي والقصة والحوار اللي حصل ما بينه وما بين حسين الشحات، وايه هو اللي عمله مروان حمدي وطلع اعتذر عليه؟ وهل دي زي دي ولا لأ؟ خلينا نتكلم بالراحة كده، لان الموضوع كبر شوية وفي تدليس من بعض الناس غير واضح وغير مبرر. لان انت لما تيجي تقارن القضيتين ببعض او الموقفين ببعض هتلاقي ان فيهم تشابه، بس الناس اللي قالت كلام هنا هم الناس اللي قالت كلام تاني خالص في الموقف التاني. طبعا احنا عارفين ان الشيبي والقصه بتاعت حسين الشحات والضرب والسب والحاجات اللي حصلت، وطلع حسين الشحات اعتذر للراجل وكان كده في ابتسامه من الشيبي ومش عارف ايه، وروحوا الدنيا كويسه. ولكن بعد ما روح والدنيا كويسه اكتشفنا حاجه تانية، واللي حصل واللي جرى بالرغم من ان كل الناس قالت اللي عمله حسين الشحات غلط، ولكن محدش قال او دافع عن حسين الشحات وقال ان ده مبرر او ان هو اللاعب استفزه فعشان كده هو ده كان رد فعل. محدش ذكر النقطة دي خالص، ولا قال ان حسين الشحات رد فعل ولا ضحية والكلام ده كله نهائي. كل الناس غلط حسين الشحات، والراجل ما عجبوش القرار بتاع اتحاد الكرة وما عجبوش القرار بتاع النادي الاهلي والوقف والغرامة والكلام ده كله، ولجأ للمحاكم وخد حكم قانوني خارج الملاعب الرياضية، وتم يعني نطق الحكم على حسين الشحات بالحبس مع ايقاف التنفيذ. وخلاص على كده انت راجل لجأت للقانون والدنيا بيس وتمام يا معلم، وحقك تعمل اللي انت عايزه وخدت حقك. ليه راجع تعمل الموقف اللي عملته في ماتش امبارح ده؟ يعني ايه المبرر وايه السبب؟ هتقول لي يا عم هو متضايق، زي ما الناس طلعت قالت ما هو متضايق ومن حقه وعمل في ليه طب انت هتفضل تاخد حقك بايدك؟ يعني مش انت حضرتك لجأت للقانون والقانون اداك حقك، رحت لاتحاد الكوره انت شايف من وجهة نظرك ما اداكش حقك، قمت رايح للقضاء واداك حقك، ولا هو كمان القضاء ما اداكش حقك؟ وهل هتفضل تاخد حقك كده بايديك على طول ولا ايه؟ مش فاهم. كل ما هتشوف الشحات هتعمل تاكلينج عليه وعاوز تبطله كوره، ولا ايه القصه وايه الحوار يا عم الشيب؟ ما تفهمش. طب اما انت كده شبح ويعني محموق قوي، طب ليه اصلا ما ردتش القلم في وقتها لحسين الشحات؟ ليه بيته؟ ما تفهمش. لا ده هيفضل يغل وهيفضل يعمل وهيفضل يسوي لحد ما يسيب بيراميدز ويمشي او يسيب مصر ويمشي ايا كان، وفي اقاويل ان هو هيمشي اخر الموسم. بس ما علينا من النقطه دي. ولكن انا برجع للناس اللي هي بتدافع وبتتكلم عن اللاعب ولا وهو ضحيه وهو مش عارفه ايه متنرفز من ايه ومتضايق من ايه. ما انت رحت للقضاء وخدت حقك خلاص، سكتم بكتم ما تضايقش. المفروض الفعل ده لو جيت تحسبه هيكون هو لحسين الشحات مش للشيبي، ولكن حسين الشحات كان فيه ضبط نفس كبير جدا من يمته. وبرضه عشان خاطر ما تصفيش النيه قوي للشيبي، قبل الماتش الشيبي عمل حركه كده ان هو ما يسلمش على لعيبه النادي الاهلي وساب السلام ومشي. فهل ده شيء كويس؟ هل ده يدل على النيه الصافيه اللي عنده، ولا اللاعب ده في جواه حاجه احنا مش فاهمينها؟ فدي كلها امور المفروض تبقى واضحه قدامك وتحكم بالعدل، لكن مش دايما ضد اللاعب النادي الاهلي علشان هو بس لاعب في النادي الاهلي. وبدليل هو مروان حمدي واللي عمله مروان حمدي بعد التعدي بالالفاظ على النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بشكل واضح في فيديو كان منتشر جدا على السوشيال ميديا. طلع اللاعب من ساعات قليله واعتذر على صفحته الرسميه ونزل كده ايه بوست اعتذار، انا بعتذر للاهلي وجمهوره والكلام ده كله وي ولا بلا بلا، كلام حلو جميل. بس هل هنا بقى الناس اللي طلعت وقالت ان اللي عمله حسين الشحات حتى لو اعتذر ما ينفعش؟ فهنا النادي الاهلي برضو ما ينفعش يقبل، وفي قطاع كبير جدا من جمهور الاهلي مش قابل الاعتذار ومن حقه، والقطاع اللي قبل الاعتذار برضو من حقه. بس هنا لما تيجي تشوف الناس اللي يعني ما تفهمش هم بيصرفوا ازاي او بيحكموا الامور ازاي وعلى هواهم دايما الامور بتمشي، الا وهو واحد مثلا زي الاستاذ عمرو الدرديل منزل على صفحته وقال لك ان مروان ده اتشتم واتهان من مين؟ يعني مروان الجمهور هيشتمه ليه؟ هو عمل ايه في الملعب؟ يعني او في ايه اللي حصل عشان الجمهور يشتمه؟ ده راجل طلع
هو مستفز لوحده، هو متضايق لوحده، فطلع يفضي غله في قلب الاهلي وجمهوره بسباب واضح وعلني. هل هنا بقى لجنه الانضباط هتسيبه ولا الامور هتعدي ازاي؟ وهل يحق للاهلي ان هو يلجأ قضائيا بسب وقصف واضح وصريح والفيديو موجود والدنيا جميله؟ هل لو الاهلي لجأ للقضاء الناس هتطلع تقول ده من حق الاهلي زي ما قالوا من حق الشيبي ولا لا؟ دي كلها امور المفروض ان انت راجل عقلاني بتقيس الامور كلها بميزان واحد مش باكتر من ميزان. فان انت هنا تدي لمروان مبرر، لا وكمان لما يطلع يعتذر لا تطلع تقول ان لازم جمهور النادي الاهلي يقبل الاعتذار وعادي ومش مشكله ومش عارف ايه. والناحيه الثانيه لما كانت ضد الاهلي لا ما ينفعش، وما ينفعش اللاعب يقبل الاعتذار ولازم يعمل ويسوي. شفتوا بقى الامور بتحسب ازاي؟ فبصراحه الامور اللي بتحصل دي كلها انا بصراحه الواحد مشمئز منها بشكل كبير جدا ومتضايق منها، لان بصراحه بقت حاجه يعني في قمه الاستفزاز، في قمه القرف بصراحه. المفروض ان احنا نتكلم كوره ونفرح وننبسط، في نحفل على بعض كده احيانا مش عارف ايه، نقول افيهات بس دون الخروج عن النص زي ما بنعمل وزي ما هو الطبيعي. عادي جدا ان انا اطلع يعني احفل عليك وانت تحفل عليا ومش عارف ايه، بالراحه وبشياكه وبهدوء، ادب ما بين الطرفين. لكن ان احنا نفضل نتطاول، ان احنا نفضل يكون جوانا غل وحقد بدرجه كبيره. وايضا في لاعب في بيراميدز مش عارف اسمه ايه، معاطي ولا مش عارف يسمي نفسه دونجا ولا مش فاهم، لاعب ده اول مره نشوفه في طبق اليوم ولا نسمع عنه في طبق اليوم، يعني طالع وبيتهم حكم المباراه بالرشوه. يا عم ده حكم كان موجود في اليورو، والاهلي ما بيختارش الحكام، الاهلي ما بيختارش الحكام، الاهلي بيدفع الفلوس وروح هاتوا زي ما انت تجيبه. ولسه حاكم في اليورو، يعني لسه خلاص بطوله شغاله، حتى لو كان عليه مشاكل، حتى لو كان عليه قواضي او فهو اصلا كان لسه لاعب. يعني الاتحاد الاوروبي هيجيب حكم عليه شبهات؟ فكلام مش منطقي. فكونك ان انت لاعب موجود وتتهم لجنه التحكيم ان هي جايبه حكم مرتشي، فده شيء المفروض يكون فيه عقوبات رادعه للكلام ده. انا لاعب وموجود جوه المنظومه وموجود في نادي بيراميدز، المفروض ان احترم الناس حتى لو جواك شعور ما ان انت ظلمت. ممكن تطلع عادي جمله ان انت ظلمت مش عارف ايه، يعني دي مش ضربه جزاء يعني لكن ان انت تطلع وتقول او تكتب على صفحتك الشخصيه كلام زي ده وبتتهم الحكم اتهام واضح وصريح ومباشر بالرشوه، فده بصراحه شيء اول مره نشوفه. يعني بصراحه اول مره نشوف اللي بيحصل في بيراميدز ده، وده كله سببه إدارة بيراميدز اللي ما عرفتش تلعب جيم إداري كويس مع الأهلي، اللي عملت عداء كبير جدا ما بين جمهور الأهلي وما بين النادي، وعملت يعني اتحاد قوي ما بين إدارة النادي الأهلي والجمهور. يمكن أحيانا كنا بنختلف مع الإدارة في بعض الأمور وبنتكلم مش عارف إيه، وعادي جدا بنختلف كلنا لصالح الأهلي، ولكن أنت دلوقتي نحيت كل حاجة وبقى فيه اتفاق شامل ما بين النادي وما بين الجمهور. ده كله بسببك انت وبسبب سوء ادارتك للنادي وسوء ادارتك للمواقف. بدأ قطاع كبير جدا من جمهور النادي الاهلي ان يبص بصة مختلفة جدا لنادي بيراميدز، من حيث ان هو نادي بقى كويس وفني وبيلعبوا كرة حلوة ومش عارف ايه وبتاع، وبدأنا ننسى بقى الخلافات والكلام ده كله. ده يا جدع يمكن اول ما النادي طلع وكان احنا عارفين بقى ان هو طلع ليه واتجاب ليه والكلام ده كله، ما كناش بنشوف الحاجات دي والمواقف دي ابدا. بالعكس كان بيحاولوا ملاك النادي في الاول ان هم يحببوا جمهور النادي الاهلي في الفريق مش ينفروا منه. انت مدرك الموضوع؟ مش ينفروه، ان انت تحاول انت تبني علاقة كويسة مع جمهور الاهلي او جمهور مصر بصفة عامة، فده شيء ايجابي. ده انت حتى الحركه بتاع التذاكر دي خلت زملكاويه كتير يتفقوا مع جمهور النادي الاهلي، بل ويدعموهم في النقطه دي كمان ويقفوا ضدها، لان هم اكيد جمهور وبيقعوا في نفس المواقف وممكن يحصل معاهم حاجه زي كده. فانت عملت مشكله وبلبله، في الاخر انت وحدك الخسران، خسرت كل حاجه، خسرت ادارتك، خسرت يعني احترام الناس ليك، خسرت الدوري اللي انت كنت بتنافس عليه، فانت خسران يا ولدي زي ما قال عبد الحليم. في نهايه الفيديو مش عاوز اطول على حضراتكم، في نهايه الفيديو ما تنساش تقول لي رايك في التعليقات، اعمل لايك وشير، لو مش تابعنا دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.